هو القط ده باين صح؟ في ايه؟ بنصور. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هيبقى يوم التاني من رحلتي لبناء الشركه، ومتاسف جدا للي شاف الفيديو امبارح. هو نزل متاخر بس عشان كان تظبيط وقت، بس كنت بعمل لسه بمنتجه. والفكره كمان ان انا كنتش عامل حسابي ان انا لما اجي ارفع الفيديو لازم يكون مده قبلها طويله، فعشان كده بس ده فرق التاخير. النهارده هيبقى فيديو خفيف وسريع علشان بس مش حابب اطول عليكم في الفيديوهات، علشان ما تحسوش بس ان الفيديوهات طويله واللي بيزهق واللي بيمل. فانا عايزك تتعلم مني وانا ببني الشركه، انت كمان تبني شركتك. طب النهارده هنتكلم عن بيزنس موديل. يعني ايه بيزنس موديل؟ بيزنس موديل يعني نموذج العمل. طيب امبارح المفروض ان انت جبت فكره او اخترعت فكره للمشروع بتاعك. اول حاجه البيزنس ايديا، زي ما انا قلت لك مش هتخرج عن الثلاثه دول: البرودكت، السيرفيس، والنولج. المهارات المطلوبه حاليا او الحاجات المطلوبه حاليا السيرفيس، فانا خلينا نتكلم عليها النهارده. وبرضه هكلمك عن البرودكت والنولج بس مش هتوسع فيها. يعني المعلومات اللي انا هديها لك في السيرفيس نفس المعلومات اللي انت تقدر تطبقها على البرودكت او النولج، نفس الفكره بالظبط. هنتكلم عن السيرفيس. السيرفيس الخدمات، قلنا زي مثلا ديزاينر، وقلنا زي الاديتور، وقلنا زي الادز اللي هي الاعلانات المموله، والاديتور اللي هو بيمنتج الفيديوهات، والديزاينر اللي هو بيصمم الصور. كل دول انا عايزك تختار حاجه واحدة فيهم بس. هو في كذا مهارة تانية، يعني أنا ما كتبتش كل المهارات بس أنا بديك مثال. كل دول أنا عايزك زي ما أنا قلت لك تختار مهارة واحدة منهم بس. طيب مهارة واحدة بس إزاي هنقدر نعمل منها كذا طريقة دخل؟ نختار مثلا الإديتور. أول حاجة زي ما أنا قلت لك امبارح، فريلانسر أو الكلاينت اللي أنت تتعامل معاه أو العميل، ده أول دخل. تاني دخل كورسات تقدر تديها، سواء بقى كورسات اونلاين ايا يكن، على حسب بقى الكورسات اللي انت بتنزلها فين بالظبط. تالت حاجة تعمل لنفسك محتوى، ده تالت دخل. رابع حاجة ممكن تعمل استشارة. انت عندك كام حاجة تقدر تدخل منهم دخل من مهارة واحدة؟ وفي حاجات كتيرة جدا انت تقدر تدخل منها برضو، بس انا اكيد مش حافظهم كلهم لان انا في مخي دلوقتي اربعة. فالمهارة او الشغل اللي انت هتشتغله او المشروع اللي انت هتفتحه هتقدر تجيب منه فلوس بكذا طريقة. ده مثال على السيرفيس. تمام. طب خلينا اديك مثال مثلا في النولج. مثلا هنتكلم اللي انت عندك علم في شيء، هنتكلم مثلا اللي انت عندك علم مثلا في السيلز، تقدر تدخل منه كذا طريقة دخل. ازاي؟ اول حاجة هتعملها برضو ممكن استشارة. تالت حاجة هتنزل محتوى. رابع حاجة في حاجه كده مش فاكر اسمها ايه بالظبط، اللي هو زي اونلاين كوتش او حاجه زي كده، واحد اصلا بيدربك ذات نفسه على ان انت تبقى شاطر في السيلز. علشان كده لما اجي بنصحك تخش في النولج او السيرفيس او البرودكت، تاخد شيء واحد بس، والشيء واحد بس ده تقسمه لكذا شق وتقدر تدخل منه دخل. لكن بقى تخيل انت عندك مهاره مثلا شغال مثلا في الديزاين، شغال في الايديت، شغال في الاعلانات المموله. طب ما بص اصلا فيهم كام شق لوحدهم، الخدمة لوحدها، فانت هتلخبط نفسك. فعشان كده بقول لك لما تيجي تشتغل على مهارة امسك مهارة واحدة بس. وقلت ممكن اتنين بس دي ما انصحش بيها لان هي اصلا مش وقتها، لسه قدام شوية. خليني برضو اديك مثال سريع كده عن البرودكت. هنقول مثلا اكتر حاجة واشهر حاجة الكلوزز، الملابس. هنقدر برضو نجيب منها كذا طريقة فلوس ازاي او كذا مصدر دخل ازاي. اول حاجة هتبقى العميل عادي. تاني حاجة ويب سايت. رابع حاجة انت اصلا تقدر تصمم لنفسك تصميم خاص ليك للبراند بتاعك. ده تصميم خاص ليك، او تصميم مثلا لو حد طلب منك تصميم معين انت ممكن تعمل تصميم وتبيعه. لكن انك بقى تدخل نفسك في ملابس وجزم، تدخل نفسك في ملابس وجزم وكلاسيك ليه كل ده؟ لا، هات برودكت واحد واشتغل عليه. شوف في كذا طريقة تقدر تجيب منها فلوس، مش طريقة واحدة. مش اللي هو تقول لي أنا عندي ملابس أنا هبيع لعملاء بس. طيب ما فيش مصدر دخل تاني؟ لا، في كتير. أنت اقعد مع نفسك كده بعد ما تعرف أنت هتشتغل في إيه بالظبط، فكر في كذا طريقة دخل، هتلاقي كتير، هتلاقي بالهبل، هتلاقي بالبحر. فده المطلوب منك، إن أنت تختار حاجة سواء بقى كانت برودكت أو سيرفيس أو نوليدج، وتختار حاجة واحدة بس. بعد كده تشوف كذا طريقة دخل تقدر تدخلها منها. خليني اكلمك عن المشاكل اللي هتواجهك. اول حاجة انت خلاص جبت الفكرة ونفذتها وعرفت انت هتعمل ايه، لان انت اصلا ممكن تجيب فكرة مشروع وتطلع اصلا في الاخر غلط. اول حاجة اختار الحاجة السهلة ليك انت، easy to you. حاجة السهلة ليك انت، يعني مثلا تعرف تعمل edit، شوف ايه اللي اسهل لك. ممكن مثلا تنزل كورسات، ممكن تعمل استشارة، ممكن تصور محتوى. شوف الاسهل لك
وابدأ بيه. تاني مشكلة انت ممكن تقع فيها، اللي انت مثلا واحد في البرودكت، واحد مثلا بيقول انا عايز افتح براند وعايز مثلا اجيب القماش وعايز اجيب وادفع فلوس للمصنع وعايز اجيب ناس تصور عشان تعمل اصلا صور وهكذا. فانت اصلا المشروع ده بفلوس، فانا مش هقدر اديك حل سحري. ما فيش فلوس، خلاص شوف لك حاجة تانية او حاجة اسهل. انت اصلا معكش فلوس، تمام؟ فما تجيش تقول لي والله طب انا عايز ابدا مشروع بس المشروع ده هيكلفني كذا كذا. انت اصلا ما معكش فلوس، فشوف لك فكرة اسهل. مش لازم تنهي المشروع خالص، بس ممكن تشوف لك فكرة تانية اسهل ليك انت، من حيث اللي انت هتحبها وهتعرف تشتغل عليها. تاني حاجة يكون فيها رأس مال قليل. يعني مثال ايلون ماسك دلوقتي لو هو عايز مثلا يعمل مشروع هيكلفه، عايز مثلا يعمل صاروخ تاني، المشروع يا عم هيكلفه 2 مليار دولار، عادي بالنسبه له 2 مليار، فما فيش اي مشاكل بالنسبه له. انما انت قلت لي مثلا انا عندي برضو فكره صاروخ وعايز اعملها، طيب يا عم الفكره دي حلوه وهتفيدنا كلنا، انت معاك منها كام؟ معكش. طيب الفكره دي ساعتها تبقى مش ناجحه او مش مناسبه ليك. تالت مشكله انت ممكن تواجهها، اللي انت اصلا محتاج فلوس في الاول. فانت لما تشوف الحاجة السهلة ليك دي يكون برضو ليها دخل سريع. هديك مثال في السيرفيس، انت مثلا هتختار اللي انت تشتغل مونتير. بعد ما اشتغلت مونتير مثلا هتجيب اول عميل في قد ايه؟ انت مش هتطول. انت لو نزلت على جروب مثلا، اي جروب من جروبات الفيسبوك، هيجي لك مثلا في خلال كام ساعة هتلاقيهم اصلا هم بيطلبوا. دي حاجة اسمها فاست كاش، دخل سريع. فانت المهارة اللي انت هتختارها او الشيء المشروع اللي انت هتختاره لازم يكون فيه في الاول دخل سريع، لان انت مش هتشتغل من غير فلوس. انت اصلا بتبدأ مشروع من غير فلوس، مفيش اصلا فلوس معاك انك تكبر المشروع. فالمشروع ده لازم يكون في الاول فيه فاست كاش، دخل سريع. خليني اشرحها لك سريعا بمثال. اول حاجه قلت لك احنا مثلا اخترنا من السيرفيس المونتير. المونتير ده هينزل مثلا على الجروبات بتاعت الفيس او ايا يكن، مثلا ممكن اصلا يا سيدي كمان ينزل في الشارع يقدم خدماته. والله العظيم يا جدعان مش عيب، انا اول عميل جبته كده نزلت قدمت شغلي، عرضت شغلي على الناس. مش هتطول يعني، فاست كاش على طول. انت اصلا كمان بتاخد ديبوزيت قبل ما تشتغل، بتاخد ديبوزيت. وده كان فيديو النهارده شرحت لك فيه البيزنس موديل. بكره باذن الله هكلمك عن الباكجينج، التغليف، تغليف المنتج او تغليف السيرفيس، او على حسب بقى انت تشتغل في ايه. برضه هشرح لك التلاته. ما تنساش تعمل لايك واشتراك. انا فعلا والله العظيم بعمل الفيديو ده وانا تعبان جدا، بس انا عايز افيدك وعايزك تستفاد زيي وتاخد المعلومات اللي انا بديها لك عشان تقدر تفتح شركتك او تقدر تفتح مشروع. قبل ما اقفل الفيديو، لو في اي مشكله انت بتواجهك او في حاجه مش فاهمها ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك. او مفيش اصلا اي مشكله بالنسبه لي ان انا اخش واكلمك برايفت واشرح لك اي نقطه انت مش فاهمها من اللي انا شرحته. مفيش اي مشكله، كلمني او اكتب لي تحت في الكومنتات، انا هشرح لك خطوه بخطوه وما تقلقش من اي حاجه طول ما انا معاك.